معانا دلوقتي الأستاذ مجدي صاحب مزاد. احنا صالة كاتساروس المزادات. بس قبل ما اتكلم عن الصالة عايز انوه عن القناة الجميلة اللي حضرتك تبنيتيها والافكار والقيم الرائعة اللي عايزين نرجعها لمجتمعنا، واتمنى لكم كل التوفيق وللمستمعين كل الصحة والسعادة. أستاذ وجدي، طبعا حضرتك بتلاقي متعة جميلة قوي قوي، وحضرتك لسه عايش مع الزمن الجميل ومقتنيات الزمن الجميل. احكي لنا بقى حضرتك، يعني احساسك ايه وانت عايش في وسط التحف والانتيكس دي كلها ولسه ما بعدتش عن روائع الزمن الجميل؟ انا للاسف اسير فترة زمنية محددة وعايش فيها سعيد، ولما بخرج من القوقعة بتاعتي بلاقي نفسي مش في مكاني. معاك حق، انا ما انصحكش بالخروج. طيب قولي حضرتك، سيدات او هوانم مصر كانوا حريصات على ايه من الانتيكس دي يقتنوها بقى في بيوتهم؟ يعني كل واحدة كانت حريصة ان بيتها يبقى موجود في القطعة دي او الانتيكس ده. طبعا زمن ان البيت لازم يكون فيه بيانو، والاولاد لازم يتعلموا على البيانو والترقية، التنشئة الفنية الراقية جدا. دي كانت حاجة ضرورية قوي، ده بالنسبة للبيت. بالنسبة بقى اللي بتجوز بنتها وغيره، فطبعا كانت بتفكر في البونبونيرة السر اللي هتتقدم فيها الحاجة، حاجات زي كده، أو طقم كريستوفل بتاع الأكل، أو أطقم الليموج، وهكذا. طبعا ده غير الموبيليات والسجاجيد والنجف. مم. النجف بقى ايه كان اكتر حاجة بتعجب السيدات في الوقت ده في النجف؟ النحاس ولا الكريستال عصفور ولا ايه؟ لا، اذا كنا بنتكلم بقى على الهوانم، طبعا كريستال عصفور جميل جدا، بس الفتره ديت كانت الحاجات الكريستال البوهيمي والكريستال التشيكي القديم والبرونز الفرنساوي. اسعارهم كان مبالغ فيها ولا في متناول الجميع؟ لا، يعني الهانم هي اللي القوه الشرائيه بتاعت الجنيه نفسها طبعا، يعني ما ينفعش نقول ده وقتها كانت النجفه ب 10 جنيه اللي دلوقتي بيتقال عليها كذا الف، لان القيمه الشرائيه او القوه الشرائيه بتاعت الجنيه كانت مختلفه، لكن في زمانهم كان يعتبر غالي. كان غالي وبيقبلوا على شراء طبعا الانتيكس كان والتحف دي، لان كانوا معتبرين ان البيت اللي ما فيهوش حاجه من اللي حضرتك قلتها او قطع من قطع الانتيكس دي ما ما يبقاش بيت ما الهانم. يبقاش بيت الهانم، ما يبقاش بيت الهانم. طيب حضرتك قلت البيانو قطعه اساسيه، ده لحرصهم الشديد على تعليم بناتهم وولادهم الموسيقى والبيانو، وان هم ينموا فيهم شوفي، الحس الموسيقي. العائلات دي كانت بتهتم طبعا بالتربية الفنية، الرسم، الشعر، الموسيقى، التذوق الجمالي بكل صوره، فدي كانت جزء غرس طبعا. القيم والاخلاقيات كمان يا استاذ وجدي برضو، اللي احنا مفتقدينها في الزمن ده. احنا زماننا على فكرة زمن جميل قوي، احنا بس لو نعمله شوية رتوش. زماننا زمن جميل اللي قوي. احنا فيه ده مش وحش ابدا، لانه فيه امكانيات تانية. زي يعني النهارده ممكن المعرفة تيجي عن طريق جوجل، ده ما كانش موجود في الزمن ده. اللي عايز ينظم نفسه، ينظم حياته، يحسن مستواه الفكري والثقافي وغيره، كل واحد بيلاقي طلبه، كل واحد بيلاقي ذوقه. لكن الزمن بتاعنا ما هوش الزمن الوحش اللي الناس بتتكلم عليه. لا، احنا ما بنقولش زمن وحش، بس بنقول احنا بعدنا عن الحاجات الحلوة اللي صحيح. كانت موجودة في صحيح. الزمن الجميل، صحيح. او تناسيناها او مش شايفينها. احنا كمثال سريع كده، شوفي حضرتك واجهات العمارات اللي موجوده هنا في وسط البلد اتعملت في الزمن ده شكلها ايه، وواجهات العمارات اللي على المحور شكلها ايه، حتى مش بنزين وش بياض. صحيح صحيح. هي وسط البلد كلها اتعملت بشكل فني رائع. صحيح. يعني صحيح. بجد اللي عمل عمارات وسط البلد ومنطقة وسط البلد ده فنان. منظومه في متحف مفتوح. متحف مفتوح متحف فعلا. مفتوح. متحف مفتوح. قول لي بقى الولاد الصغيرين، يعني الهوانم الصغيرين، كانوا مامتهم باباهم كانوا بيحببوهم في ايه بقى في التحف الانتيكس دي كلها؟ كانوا حريصين مثلا، كان في العاب معينة من الانتيكس كانوا يقبلوا على شرائها؟ شوفي حضرتك، البيت اللي كان بيسمع عبد الوهاب، الولاد كانوا بيسمعوا عبد الوهاب. البيت اللي كان بيسمع شارل الأزنافور كان بيطلع يسمع ولاده بيغنوا أشعار الأزنافور.
البيت اللي فيه تحف اكيد الاولاد يطلعوا مش شايفين الا هو ده اللي حلو. كانوا بيحبوا الجراموفون. انا شايفه الجراموفون على فكره. طبعا. انا طبعا. شايفه. تعالى قول لنا بقى، احكي لنا شويه يا استاذ وجدي عن الجراموفون. لا، اللي يكلمك عن الجراموفون احسن بقى الاستاذ كريم أباظة. استاذ كريم أباظة طبعا اتشرف بحضرتك من عيله الأباظيه، واشرف طبعا بلقاء حضرتك ونعرف الناس بحضرتك. حضرتك عضو مجلس شعب سابق ومن عيله الأباظيه، العيله الجميله اللي مصر كلها بتشرف طبعا بيها. فعرف نفسك حضرتك بقى للمشاهد. كريم أباظة مقتني تحف، أعتقد من بداية الثمانينات. عشق، هو يعني وصلت لمرحلة عشق. استاذ كريم، انا جيت هنا المكان لقيتك قاعد ومتعايش بشكل فيه غرام وفيه حب وعمال تتفرج على الانتيكس اللي موجوده في الجاليري بشكل لفت نظري. أنا بتعامل معهم من زمن الزمن، أيام زي ما بيقولوا الجدود اللي كانوا موجودين. اتعلمت منهم حاجات كتير قوي قوي. قول لي بقى اتعلمت منهم ايه؟ لا، في فرق بين حاجه زي لوحه مثلا مطبوعه او مرسومه، ولوحه الفنان متقلده. تبقى فرق السماء من الارض مثلا. في فرق بين حاجه شغل قديم قوي لتاريخه، وفي حاجه معموله ومتقدمه. لان كنتوا بتحبوا تقتنوا لوحات لمين؟ بيكاسو؟ لا، كتير 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 كتير، وفي فنانين مصريين كتير جدا. زي مين؟ قول لنا حضرتك. في صلاح طاهر، في ناس كتير قوي مصريين. طبعا في ناس كتير مصريين محترمين، وهم دلوقتي ماشيين اكتر من الاجانب. يعني اللوحات المصريه مطلوبه اكتر من اللوحات الاجنبيه. الفنانين كنتوا حريصين لما كنتوا تجيبوا انتيكس في البيوت، كان ولادكم برضو يبقى عندهم شغف وحب انهم يمارسوا موهبه الرسم، موهبه الموسيقى؟ كان عندهم هذا الشغف وهذا الحرص على ممارسه الهوايات دي من خلال اقتنائكم هو ده بيبقى موروث، بمعنى زي ما وجدي بيه قال ان البيت اللي سمع عبد الوهاب، ما هو برضه اكيد ولاده برضه هيبقوا على نفس النمط اللي عاشوه. صحيح. واخده بقى. وهو تطورات مثلا زي الجراموفون ده. الجراموفون احكي لنا بقى يا استاذ. الجراموفون كان اي بيت كان لازم يبقى فيه، زي ما في البيانو في الجراموفون، وكان في الاسطوانات. كان قد ايه بيبقى الواحد ماسك الاسطوانه وحريص انها ما تقعش، يعني حبيبها، يعني مش خايف عليها، ده خايف عليها حب. مش خايف عليها انها تتكسر، ده هو خايف عليها لما يعوضهاش، ما يعرفش يجيبها تاني. مش هتعوض. ولذلك النهارده فعلا ما بقاش فيه النهارده، عشان تلاقي اسطوانه لمحمد فوزي، اسطوانه لأم كلثوم، اسطوانه لعبد الوهاب، انديل مثلا محمد اسمه ايه دوت، عبد العزيز محمود الى اخره. الناس القدامى دول، ليلى مراد طبعا، ليلى مراد، ام كلثوم في بدايات اغانيها. عندي في اسطوانه الانسه ام كلثوم. يعني مكتوب عليها الانسه ام كلثوم. قول لي حضرتك، في حاجه من الانتيكس بتاع حضرتك جايبه هنا بقى يتعمل له ترميم او يتعمل له معالجه او يتعمل له حاجه؟ كتير. لو في حاجه عندي مثلا محتاجه ترميم بجيبها هنا، لان هنا في خبراء. اكيد استاذ وجدي. يعني هو حابب قوي قوي الموضوع ده خبير كبير وعاشق للانتيكس قوي قوي قوي. فعايزين نتعرف. طيب الصالون ده ابيسو ولا ده ايه نوعه استاذ؟ الصالون ده نوعه ايه يا استاذ وجدي؟ قول لنا. ده صالون كميل. الشغل ده كله شغل يدوي بالخرزان، دي محطوط عليه هنا برضه في شغل الخرزان محطوط عليه عشان نحافظ عليه. ده كله حفر يدوي، وبعدين واخد ورق ذهب اصلي. الله. ده كان بيبقى موجود في البيوت. ده طراز لويس السادس عشر. لويس السادس عشر. ده الطراز لويس السادس عشر. سعره غالي في الوقت الحالي ولا وقت الهوانم حضرتك؟ وقت الهوانم ووقتنا هذا. في الوقت الحالي مطلوب فيه 12,000 جنيه. 12,000 جنيه. كنبه واثنين وكرسيين فوتوغرافي. وفي وقت الهوانم يمكن كان ب4 جنيه بقى ولا حاجه. 4. طيب ما احنا بنتكلم بقى على تغيير. هي نفس على فكره، لو يمكن كمان كده دلوقتي اقل. يعني 4 جنيه دي كانت زمان في ايامهم. في زمان كان الجنيه الذهب ب 97 قرش ونص. يعني كان اقل، كان الجنيه المصري اغلى من الجنيه الذهب.
اه انا مش عارف النهارده الجنيه الذهب بكام. جنيه الذهب داخل على 10. لا عدى ال10. عدى ال عدى 10000. ال10. عدى ال 10000 جنيه. عدى ال10. ده كنت امبارح بتكلم عنه. ف يعني اضرب بقى في 10000. 10000 ضعف. يعني يعتبر 12000 دلوقتي سعره رخيص. طبعا. ده بلاش. سعره رخيص ده بلاش. جدا جدا. طب ايه اللي يميزه عن اي صالون عادي بقى بنشتريه؟ قولي حضرتك، يعني انا حابه السوق- اشتري حاجه زي كده. السوق، النسب. اه النسب بتاعته نسب حلوه قوي قوي. امم النهارده كمان بالنسبه للبيوت الصغيره فده سهل قوي في استعماله. غير مثلا المرايه دي عايزه قصر عشان الارتفاع العالي بتاعها. يعني ما تنفعش تحط في البيت عادي. اباليك ده نحاس مش كده؟ شغل نحاس. الفاز دي بقى دي فازه ليموش فرنساوي مم. من القرن ال 19. تعمل كام دلوقتي؟ بلاش بقى عشان ما تبقيش عملت لنا دعايه جامده قوي. لا لو حد حابب بجد يقتني حاجه زي كده دي ب 3500. والله جميله حلوه جدا ان انا اقتني تحفه انتيكس من القرن التاسع عشر. يعني دي حاجه في منتهى الروعه. الله يخليك. البونبونيره دي احنا كنا فاكرين، انا كنت فاكره والدتي عندها البونبونيره دي، ولما جيت اتجوزت جابت لنا واحده زيها عشان نحط فيها الشوكليت. صح. فدي كانت تاريخ بالنسبه لنا، او صحيح. كل بيت اصيل كان عنده البونبونيره دي. صحيح. صحيح. دي بقى من برضو من لويس التاسع عشر ولا؟ لا ده سيفر فرنساوي مم. من بدايه القرن العشرين 1920 1930. طيب البونبونيره دي عامله كام؟ 12000. 12000 صيني كلها صيني كلها بالبرونز. بالبرونز. الطبق ده اولد فيينا اه مطلوب فيه 1800. حلو قوي قوي. كل ده فاز، ده عقد، ده عقد. ده عقيق. لا ده جيد اخضر. ده نوع من الاحجار. نوع من الاحجار ايوه. وده مورانو. طب سعره غالي ولا؟ 2000 جنيه. طب يعتبر كويس برضو، معقول مش وحش. دي ايه بقى ده؟ الكوبايه دي هل انتيكس ولا كان بيتشرب فيها حاجه؟ لا ده موجود لان ده كلوازوني. ده شغل صيني قديم واخد طبقه من الازاز، حاجه اسمها يعني ده كاس كنا بنشرب فيه عصير، كنا بنشرب فيه حاجه معينه، ده كاس فعلا؟ ده كاس فعلا. بس ما فيش عندي غير واحد فقط. مش انتيكسي يعني. لا. اوكي. فازات الساعات عند حضرتك يا استاذ وجدي، الساعات القديمه اللي كانت بتبقى موجوده في بيوت الهوانم موجوده عند حضرتك؟ مش موجوده حاليا في الوقت الحالي. دي كل ده فاز. شمعدان، طبعا الشمعدان ده كان حاجه مهمه في كل بيت. طبعا كان قبل الكهرباء كمان. طبعا. والبيت اللي فيه شمعدان ده فيه شاعريه وفيه رومانسيه. طبعا. وما اعتقدش ان بيت من بيوت الهوانم كان بيخلو من الشمعدان. ده ضروري. استحيل. على السفره على الاقل. وبعد كده على فكره تعلموا الناس برضو ان هم يقتنوا الشمعدان النحاس والفضه يعني بقت كل البيوت في مصر او الغالبيه العظمى من البيوت بتقتني الشمعدان ده بكل انواعه. بالظبط كده. ده نحاس مش كده؟ ده نحاس. والفضه بقى فيه ولا ما فيش؟ لا ما عنديش فضه ما فيش. طب الصالون ده ايه يا استاذ وجدي؟ ده شينوا شغل الصين. الرسومات اللي عليه دي جميله قوي قوي، حلوه قوي قوي. والقماش حلو قوي، بس حلو، نوع حلو قوي. الشكمجيه احكي لنا عن الشكمجيه. دي التقليد جديد برضه. تقليد. بس هي كانت بنهتم باحياء التراث جدا. بس هي كانت بقى اللي بتحط فيها الحاجات القيمه بقى والمجوهرات. بالظبط. لكن ده شغل جديد حديث. ده خشب. حلو قوي. السفره دي يا استاذ وجدي خشب ورد. اللي يقول لنا بقى على حكايه الخشب ديت عندنا هنا استرجي ممتاز، ده الخبير الخشب بتاعنا. نوع الخشب ايه اللي في ترابيزه السفره دي؟ ده خشب مارو.
خشب ارو. عروسي. والخشب الارو انا عارفه ان هو خشب غالي جدا جدا. طب سفره زي دي يا استاذ وجدي تعمل كام؟ حوالي 20. طب حلو قوي قوي. بس قول لي مع مرور السنوات دي كلها لا في رجل مثلا كرسي اتلخلخت ولا في؟ عشان كده بقى عندنا الصناعيه الحلوين اللي بيرجعوا الحاجه. لا انا قصدي يعني احنا دلوقتي لما بنجيب حاجه وبنجيب حاجه غاليه مش رخيصه ما بنكملش شهور نلاقي الرجل اتلخلخت. ما ده العصر، ده سمة العصر. انت بتشتري ازازه علبه الكوكاكولا وعارفه انك هترميها اول ما تخلصيها. بس الناس دي كان عندها ضمير في الصنعه. يعني كانوا بيصنعوا الحاجه بضمير. الحاجه اللي تتجيب عشان تترمي. حب الصنعه. الله برافو عليك. هو اللي بيحب عمله بيتقنه فعلا بجد. طب والمرايه دي نحاس؟ لا خشب. لا خشب اللي فوق ده ولا نحاس؟ خشب واخد ورق ذهب. السجاد؟ لا ده بقى نعملها حلقه لوحدها عشان ما السجاد طبعا. لا ده موضوع تاني. هل لونه بيرجع طبيعي ولا؟ لا هي بتفضل كده. شنوا؟ ده تركي. في نهاية الحلقة أستاذ وجدي تحب تقول إيه للمرأة الآن في مصر وتقول لها تقتدي بهوانم مصر في إيه؟ الرسالة اللي توصلها للمرأة المصرية في الوقت الحالي. المرأة المصرية ترجع لنفسها وتعمل استخارة لنفسها وتعرف هي مين وقيمتها عالية قد إيه وإنها مش عورة وإنها مش عيب وإنها مش حاجة تستخبى. إحنا بنفخر بيها وعايزين نتقدم بيها، ومن غير ما نتقدم بيها أولادنا مش هيتقدموا ومش هنبقى في مصاف الدول الكبيرة. أشكرك أستاذ وجدي وسعدت جدا جدا بلقائي معاكم في الحلقة دي. شكرا.